طلعت تانية بصراحة. والدتي رضا عليها. شكلك على فكرة. عايزة بقى أتكلم في التخصصات. قسم الجرافيك عامة بيعتمد على شغل الكمبيوتر أكتر من الرسم. الرسم بيبقى بداية، لكن هو شغل كمبيوتر وتلفزيون وسينما والجرافيك داخل في الأفلام، في المسلسلات، في الإعلانات، في البرامج وفي كل المجالات المختلفة. لكن واضح إن في تعمق وحب فظيع في الرسم. عايزة أعرف أنت ناوية تختاري إيه في الآخر، يعني ناوية تستمري في إيه؟ أو ليه بدأتي البداية دي؟ ليه ما مثلا مفيش لابتوب دلوقتي معانا وفي مجموعة أعمال على اللابتوب جاهزة شغل جرافيك بقى؟ حضرتك أنا أصلا بحب يعني حابة الرسم، أنا داخلة الكلية حابة الرسم. بس أنا حابة الرسم كهواية مش كمجال كبعد كده عمل، يعني وظيفتي تبقى الرسم. في شركات كبيرة جدا بيهمها إنها يبقى عندها حد زي كده رسام أو زي منا، مش شرط جرافيك بس. هو عامة أعمال الجرافيك مش يعني بيهتموا برضه بالرسم الفري هاند مع الجرافيك مع الكمبيوتر جرافيك. بالظبط. بس فيعني ده يعني رفعني شوية عن حواليها عشان يعني الرسم عندي يعني كويس مستوى عن الرسم. وانت هنا قسم الديكور. برضه يعني يمكن الديكور زي ما كنا بنتكلم الأول الألوان. يبقى الألوان هي بداية القسم، هي بداية التعارف ما بينك وما بين القسم في الذوق، في الديكورات، في البيوت، في اللبس. لكن برضو انا شايفه بورتريهات وشايفه رسم بالرصاص. يعني هل دي البدايه ولا هو ده اللي انت حابه؟ ده اللي انا حابه، لان اصلا المجال اللي بتاعت البورتريهات بيتعلمنا في الاخر ان احنا ازاي نرسم الانيميشن صح. ان ترسم الفورم بتاع الجسم بالفيلم اللي هو 3D لازم ده يطلع الاول في البورتريهات. بس فلازم نكون معتمدين على الحاجات المالية بتاعت الجسم بالالوان طبعا عشان تريح الاطفال حتى لو مش الانيميشن. انا شايفه ان دي بدايه مبشره كاول سنه ليكم ترسمين. هي تاني سنه. تاني سنه؟ هي تاني سنه، هي اولها اولى اعدادي. تخصص الاعدادي كمان. تاني سنه برضه بدايه. هي بدايه طبعا مبشره ان في فنانتين هيبقوا ما شاء الله عليهم، يعني من احسن الفنانات التشكيليات في مصر. لكن فيما بعد ذلك بقى يعني امتى بقى كل واحد يتخصص في تخصصه ويبدا يحقق ده التخصص؟ انت منا هنشوفها بدات تصمم تصميمات حتى لو على شكل ماكيت فعليه كقسم الديكور. انت هناء هتبدا تصمم الجرافيك بتاعها، الجرافيك هيتخلل شغلها. هو طبعا بعد ما يعني ان شاء الله في خلال الدراسه انا يعني بطور نفسي في الاثنين، يعني مش في واحده على اساس ان هي مثلا في الجرافيك مجال العمل بعد كده. لا انا حابه الاثنين فماشيه الاثنين مع بعض متوازيين مع بعض يعني. وانا عندي طبعا تدريس كل طبعا لازم يكون تدريس مستقر طول السنين. وغير كده انا بفرش وبتعلم طبعا في الكليه حتى ان انت تطلعي المواهب اللي عند الدكاتره. ان انت مثلا ما يبقاش شغلك هادي قوي، ان انت الدكاتره ما يدوكيش الشغل اللي هم عارفينه طول السنين. انت لازم تعرفي الشغل اللي طالع منهم ازاي. كل ما هتعلمي منهم كل ما هتزيدك خبره، كل ما هتعرفي تطلعي حاجات احسن. رأي الدكاتره ايه بقى شغلكم؟ عامله اولى على الدفعه السنه اللي فاتت. ايوه ده واضح. ده اكيد يعني. اولى على الدفعه السنه اللي فاتت والترم ده الحمد لله لسه برضه اولى على الدفعه. هل عملي ولا نظري؟ احنا عندنا قسم تطبيقات في الفيزيكس والكيمستري وعندنا. ما انا بتكلم كده عملي ولا نظري؟ الاثنين. انا السنه اللي فاتت كنت ثالثه على الدفعه بس عملي اكتر عندنا. طيب انا عايزه اعرف ازاي بقى، يعني انتوا طبعا ما شاء الله عندكم رسومات تجنن فعلا. رسمها في البيت بقى ولا بتسوقوها دلوقتي ولا ايه؟ انا في لوحه كانت مزاريك بتعمل زي سيراميك كده، دي اتباعت في السعوديه كانت عن الكعبه. بس هي اتباعت في السعوديه كانت حلوه. انت سافرت يعني بيها؟ لا كان زمايلي طبعا كلنا بنتجمع مع بعض بنعملها كلنا مع بعض واديناها في السعوديه بابا واحد زميلنا وبعدين. وانت هناك؟ لا انا مجرد بشارك بس في معارض علشان يعني اشير اكتر. طب ليه ما فكرتوش تعرضوا على الفيسبوك دلوقتي؟ هو لغه التحدث دلوقتي بين الشباب وبين المشتري وما بين البائع، يعني في كل المجالات، في كل الاشياء اللي طبعا الناس بتحب تعرضها، بتحب تبيعها، اللي بيحب يشتري حاجه، كل الناس بتتواصل من خلال الفيسبوك.
ليه ما فكرتوش تعرضوا الاعمال؟ انت اللي عملتي كده، واضح انك مكافحه وطموحه والناحيه الاقتصاديه مهمه جدا دلوقتي. انت عملتي ده بالفعل يا منى. كان ايه الاقبال عليه بقى؟ لا كان كتير جدا، وكان ناس كتير يعني، كان في حتى ناس اجانب كانوا بيخشوا. حد بيطلب ناس يبرزوا له حاجه وتبعتها له جاهزه ولا هو يبروزها بطريقته؟ لا لازم انا ابروزها، لان البرواز ذات نفسه بيأثر على اللوحه. انت بتبرزيها بالبرواز ولا بتبرزيها من غير برواز؟ الاول من غير برواز، بعد ما تتبروز بالطريقه اللي انا عايزاها، ان هي ما تكونش تشوش على اللوحه من جوه. محدش طلب منك ترسميه هو شخصيا؟ وبتعملي ده فعلا؟ بتنفذي ده فعلا؟ طب يعني الحمد لله الحمد لله خلاص جهزتي نفسك يعني الحمد لله. انا برضه حاسه على الفيسبوك بتاعي، بس انا مش يعني طلب مني كذا حاجه، حد ان انا ادعي له اللوحه اللي عندي، بس انا حابه ان انا. انت رافضه الفكره يعني؟ لا مش رافضه، بس في يعني لسه حاسه ان في افضل من كده عندي ان انا ابيع. حاسه ان انا يعني عايزه لما ابيع حاجه تبقى مستوى معين انا عايزاه. الحقيقه بنبقى بشكركم جدا 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 يعني. وطبعا بما انكم في سنه ثانيه مش هقدر اقول لكم يعني خلاص عايزين ايه السنه الجايه، يعني لا عايزين ايه بقى التخرج، لان لسه طبعا المشوار قدامكم لسه 3 سنين، فيعتبر المشوار الى حد ما يعني لسه شويه عليه، لكن البدايه طبعا واضحه مبشره وده واضح طبعا من تعاملات منا مع الزباين دلوقتي، واكيد برضه هيوضح من تعاملاتنا بعد كده انت كمان يا هناء. لكن اعمالكم هايله جدا، وده اكيد هيبقى راي الجمهور اللي بيتفرج على الاعمال معانا. انا بشكركم جدا، وان شاء الله اشوفكم من احسن الفنانات التشكيليات في مصر ان شاء الله. بشكركم جدا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، فاصل ونواصل باقي فقراتنا من الثقافيه.